مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الغريبة بطريقة سهلة وبسيطة بثلاث مكونات بس. بصي الغريبة طالعة ناعمة ازاي. انا حبيت اوريكي دي عشان دي اللي انا اول ما طلعتها من الفرن حاولت كده ان انا امسكها من كتر ما هي بتبقى طالعة ناعمة قوي وطرية، بجد ما بتستحملش وايدك بتبصم فيها. بصي مجرد ما بتتكي عليها بتدوب خالص، ومكوناتها سهلة وطريقتها بسيطة. بس في الاول لو اول مرة تشوفيني فدي قناتي، ما تنسيش تنوريني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسينيش في اللايك والشير والكومنت. اول حاجه هنعملها هي عباره عن ثلاث مكونات. اول حاجه معايا كوبايه من السكر المطحون، سكر انا طحناه في البيت، واهم حاجه بس انك تنخليه حلو قوي طالما ان انتي طحناه في البيت. ضعفه على طول هنحط زبدة، ممكن تستخدمي سمنة وممكن تستخدمي زبدة. انا النهاردة اشتغلت بالزبدة. هحط كوبايتين كبار من الزبدة. الزبدة دي انا عشان اعيرها مظبوط سيحتها وعيرتها وبعد كده دخلتها في التلاجة، اللي استنيت لحد ما تهدت ودخلتها في التلاجة. ما تشتغليش بالزبدة وهي سخنة، لازم تبقى ساقعة، طلعيها ساقعة كده من التلاجة. هننزل بقى بالكوبايتين بتوع الزبدة. الغريبة طريقتها سهلة ومكوناتها بسيطة، بس فيها تريكات كده لو عرفتيها او عرفتي السر بتاعها هتعرفي، حتى لو انتي معكيش المعايير بتاعتها هتعرفي تظبطيها وهتطلع معاكي مظبوطة وزي الفل. هنا بقى هننزل الكوبايتين الزبدة، وزي ما قلتلك الزبدة لازم تبقى سايحة وتقدري تستخدمي قصدي الزبدة تبقى ساقعة. تبقى يعني انا هنا لسه مطلعاها من التلاجة، سايحتها بس دخلتها التلاجة عشان تسقع معايا. هنضرب بقى حلو قوي. هنا بقى انا عايزه القوام ده، شايفاه اصفر ازاي؟ انا عايزه افضل اضرب فيه لحد ما يفتح على قد ما اقدر، يفتح معاكي عشان هو ده اللي هيطلع معاكي لون الغريبه في الاخر. فاضربيه. طبعا انت لو مستخدمه سمنه، السمنه بتبقى افتح، طبعا الزبده دي صفرة، لكن انت لو مستخدمه سمنه هتفضلي برضو تضربي فيها، هتعملي نفس الخطوات لحد برضو ما تفتحي القوام ويبقى كريمي معاكي على قد ما تقدري. بصي بقى هنا القوام بقى عامل ازاي. انا هنا قعدت حوالي بتاع مثلا ربع ساعة، تقريبا يعني ربع ساعة كده اضرب فيه بالمضرب. بصي القوام لونه اختلف تماما، كان لونه اصفر دلوقتي بقى كريمي وبقى افتحها خالص يعني عن الاول. هي دي تركته هنا ان انتي تضربي الزبدة والسكر او السمنة والسكر على قد ما تقدري، اضربيهم حلو قوي. هنا بقى احنا استخدمنا قد ايه زبدة؟ استخدمنا كوبايتين زبدة، هننزل قصادهم باربع كوبايات من الدقيق، ولازم تنخلي الدقيق عشان يبقى ناعم. يبقى 4 دقيق، 2 زبدة، 1 سكر. هي مقاديرها كده 4 2 1، ودي الطريقة البيزك بتاعتها، مفيش اسهل من كده. معلش انا اسفة. مفيش اسهل من كده، ولا بيتحط لها بقى بياض بيض ولا اي حاجه من الحاجات دي. هي 3 مكونات بس هتظبطيهم، وهقولك بقى دلوقتي لو حصل ايه يبقى ده بسبب ايه. بس خلينا كده واخدين الموضوع خطوه بخطوه. هي الغريبه يا جماعه عباره عن السهل الممتنع، حاجه سهله قوي بس فيها تريكات لو ما خدتش بالك منها ممكن تبوظ منك. بس احنا بقى هنعمل ايه؟ انا بسوي يعني باخد الاول عينه ادخلها الفرن، اتاكد ان هي خلاص تمام ما فيهاش عيوب، خلاص بدخل بقيه الصواني ويبقى كده تمام ومفيش حاجه. هنا حطيت ذره صغيره من الملح بس كده. انا هنا نخلت دي معاكم 4 كوبايات دقيق نخلتهم. اهم حاجه ان انتي تدخلي. هنا بقى انا ما استخدمتش الكوبايه الرابعه كلها، انا سبت حبه على جنب عشان برضو انا مش عارفه نوع الدقيق اللي معايا ده ظروفه ايه. فخليت بصي يعني حوالي هي حبه صغيره، مش ربع، كمان اقل من ربع الكوبايه، حبه صغيره كده من الدقيق خليتهم على جنب لحد ما اشوف الدنيا هتعمل معايا ايه. عودي نفسك في اي حاجه من الحاجات دي، خلي شويه لو بتحطي لبن ما تحطيش الكميه كلها، لو بتحطي ميه ما تحطيش الميه كلها، في الدقيق ما تحط يعني سيبي حاجه صغيره على جنب عشان انتي مش عارفه نوع الدقيق الا لو انتي واثقه من نوع الدقيق بتاعك. انا النوع ده عملت بيه وصفه الكحك، كان حلو قوي يا جماعه. والوصفة الكحك موجودة عندكم طبعا، تقدروا تشوفوها على القناة. هنا بقى هسيب المعلقة وهقلب بايدي كده عشان احس بقوام العجينة عاملة ازاي. بتلزق. بصي القوام هنا بيلزق، فنزلت بايه؟ نزلت بشويه الاول من الدقيق. انا عايزه العجينه تبقى طريه معايا وناعمه، بس في نفس الوقت لو فيها تلزيق تبقى فيها حاجه بسيطه جدا من التلزيق. لو انت عايزه الغريبه فيها سن التلزيق، في ناس بيسيبوا فيها سن التلزيق، انا بسيب فيها حاجه لا تذكر عشان اتاكد ان العجينه معايا تمام وتطلع ناعمه. هنا بقى هختبر الايه الغريبه. باخد كوره كده بكورها واتك عليها. بصوا شققت. يبقى كده بقى ايه؟ باظت العجينه؟ لا ما باظتش.
هنعمل كرة تانية برضو عشان نشوف، مشققة بس مشققة بسيط. هنا ما خدتش بقى بقية الدقيق خلاص، انا حطيت كده الدقيق على جنب. اهم حاجة بس تتأكدي يعني، بصي انا بجرب مرة واتنين وتلاتة لحد ما اتأكد هي فعلا عايزة ولا لا. بتشقق، لا هي كده عايزة. طب هي كده عايزة ايه؟ هي كده عايزة معلقة من السمنة او الزبدة، بس انا بما اني شغالة بزبدة يبقى انا هكمل بزبدة. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هسيح دلوقتي معلقة او معلقتين كبار من الزبدة، وهنزل برضو مش هنزل بالمعلقتين كتير، لا انا عايزه اقول لك كمان ان انت ممكن تمسحي ايدك كده، يعني تسيحي سمنه او زبده. انا هنا بصي سيحت معلقتين. باخد ايه، مش بملى المعلقه، انا ببص مجرد بس طرطوفه المعلقه كده وبرشرش على العجين. او انت بقى ممكن عشان لو خايفه ان الدنيا تبوظ منك قوي، بعد ما تسيحي السمنه او الزبده امسحي ايدك بالسمنه او الزبده وادعكي العجين بتاعك، هيبقى زي الفل معاكي ومفيهوش اي مشاكل. هنا بقى هنخلط. انا هنا مش بعجن، انا بخلط كده بصي باطراف صوابعي كده، اللي هو زي بقلب كده بدخل السمنه. تعالوا بقى هنا نختبر العجينه. هنا بصي كان في تنتوفه صغيره، فاللي هو استخسرتها يعني، حرام هتترمى ليه. تعالي هقلبها بقى تاني. بس هي هنا العجينه كانت خلاص يعني، كانت ظبطت وتمام معايا، بس اللي هو انا حبه استخسار كده ان في تنتوفه زبده. تعالوا بقى نجرب العجينه ونكورها كده ونشوفها هتطلع عامله ازاي. هناخد كوره، نكورها، تكي عليها كده تكه بصبعك زي الفل وجميله، بس ما تغرزيش صبعك قوي هنا، يعني تكه بسيطه كده. ناخد كوره تانية ونتك عليها. بصي رهيبه ناعمه اهي، وما فيهاش تشققات وما فيهاش اي حاجه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هدخل العجينه بتاعتي دي التلاجة، هدخلها حوالي 5 دقايق او 10 دقايق، وفي نفس الوقت هولع الفرن على درجه حراره 180، وهشغل المروحه ال10 دقايق دول. هاخدهم بقى كور كده يعني بعد ما خلاص قعدت في التلاجة. انا عايزه الفرن سخن، وعايزه الغريبه بتاعتي تبقى ماسكه نفسها وساقعه، عايزه اعمل لها صدمه عشان ما يحصلهاش اي حاجه. هناخد بقى العجينه دي نكورها كده كور، والفرن عندي سخن 140، انا هسوي على 140، بتقعد من 10 ل 12 دقيقه مش اكتر من كده. بس اهم حاجه انك تخلي الفرن سخن في الاول. هقول لك بقى دلوقتي، انا اخدت واحده ودخلتها، فرشت معايا، فرشت معاكي، يبقى كده الزبده اللي انتي حطاها كتير، يبقى تزودي شويه من الدقيق. طيب دخلتها وساحت معايا الغريبه الواحده، ساحت معايا، يبقى انت كده حاطه سكر كتير، يبقى انت كده تقللي معيار السكر. طيب ممكن يحصل ايه؟ مش شققه معاكي، يبقى محتاجه شويه من الزبده. يبقى احنا كده قلنا كل الحاجات اللي ممكن تحصل معاكي اللي نتفاداها. قبل ما تشكلي وقبل ما تعملي حاجه، خدي واحده ودخليها الفرن، طلعت معاكي مظبوطه وما فيهاش حاجه، شكلي ودخلي الفرن. انا بكورها بقى كور صغيره كده، وخلي بالك هي يعني بتنفش سنه، سنه صغيره بس، مش اكتر من كده يعني، يا دوبه كده بيبقى فيها يعني بصي حاجه بسيطه. هنا بقى انا كنت خلصت اهي الصينيه دي، اول صينيه خلصتها، هدخلها بقى الفرن، هكمل بقى الباقي. بصي لسه معايا حبه حلوين، هكمل بقى الباقي. وطبعا الفرن انا سايباه كل ده من ساعه ما دخلتها التلاجة، سايباه سخن عشان انا الصدمه دي هي اللي هتحافظ لي على الغريبه. هنا بقى كانت طلعت، سبتها تبرد تماما، ما تجيش جنبها اول ما تطلع من الفرن، ما تجيش جنبها خالص. بصي دي عشان انا مسكتها اول ما طلعت الفرن، انا سبتها على الوش عشان اوريها لك، ايدك كده بتعلم وبتبصم فيها كده. سيبيها لحد ما تبرد تماما، وبعد كده رصيها. انا هنا عايزه اقول لكم كانت قعدت يعني كذا ساعه لحد ما رصيتها هنا، والله طالعه دايبه وريحتها بقى مش قادره اقول لكم. بصوا انا هنا هكسرها لكم اهي، بصوا تتكي عليها كده بتدوب. اتمنى بقى وصفه النهارده تكون عجبتك، وخلي بالك من التركات اللي انا قلتها لك، وان شاء الله هتطلع معاكي وصفه حلوه قوي. واستنونا بقى عشان الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعمل بقى بسكوت النشادر بتاع زمان، فاكرينه؟ اكيد كلنا فاكرينه، هنعمله مع بعض بالبرتقال. فاستنوا الفيديو اللي جاي.